السلام عليكم، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناة لمسات دانيا. وصفتنا النهار اليوم هي كارنتيكا، وكاين اللي يقولوا لها قرنطيطة. للمقادير نحتاج نصف ملعقة صغيرة كمون، عندنا حبة بيض كاملة، ملح حسب الرغبة، ولهنا عندي 2 كيلات حمص مطحون، أنا عبرت بهذا الكيل 2 كيلات، ومن الأحسن يكون ذو نوعية جيدة. 2 كيلات حمص مطحون، وبنفس الكيلة عندي 4 كيلة زيت. الكيلة اللي قست بها الحمص المطحون نقيس بها الزيت، 4 كيلة زيت. ولا هنا عندي كل 2 كيلات حمص مطحون يقابلوهم 5 كيلات ماء. مثلا نديرو 2 كيلات حمص مطحون 2 كيسان يقابلهم 5 كيسان ماء. نمر مباشرة طريقة التحضير. في ان ريسيبيون نحط فيه الحمص المطحون تاعي اللي هما 2 عبار بهذا الشكل، نزيد معاهم 4 كيلة زيت، 2 عبار حمص مطحون، 4 كيلة زيت، نزيد الحبة تاع البيض تاعي بهذا الشكل، ونفس الكيلة اللي قست بها الحمص المطحون ندير نعمر بها الماء، ماء عادي يعني ما يكون بارد بزاف ما يكون سخون بزاف، من الحنفية. قلنا 5 كيلات ماء. هذا الكيل الأول، راح نكمل 5 كيلات ماء تاعي. إذا عجبتكم الوصفة البنات ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، واللي جربتها منكم تخلي لي رأيها في التعليقات، واللي عندها أي سؤال بطبيعة الحال تخليه لي في التعليقات وراح نجاوبكم بإذن الله. نكملوا كامل الكيلات، 5 كيلات تاع الماء تاعنا. هذا الكيل الخامس، فوالا. نجيبو دركا ان فوي ونخلطوا المزيج تاعنا مليح، نمزجوا هذيك الحمص المطحون مع الحبة تاع البيض والزيت والماء، نخلطوا مليح مليح قبل ما نستعملوا لو بغا ميكسور بهذا الشكل. شوفوا كيفاش امتزجوا معايا. وفي هذا المرحله نضيف الملح حسب الرغبه، وتقدروا مام دركا كديروا الملح تذوقوا وتشوفوه. ونضيف نصف ملعقه صغيره كمون، ونكمل نخلط. بعد نجيب لو بغا ميكسور تاعي، اني جبت لو بغا ميكسور تاعي، ونكمل نخلط مده حوالي دقيقه او دقيقتين حتى هذاك الحمص المطحون يذوب في هذاك الماء. لهنا عندي سنيوة 30 سنتيم على 20 سنتيم، انا سنيوة تاعي ما تلصقش. نفرغ الخليط تاعنا مباشرة في السنيوة، مع العلم اني شعلت الفرن مسبقا. ما تنساوش تشعلوه قبل كامل ما تبداو تخدموا، هكذا الفور يكون سخون. وفي هذه المرحلة رشيت عليها شوية كمون قبل ما ندخلها للفرن. نديرو رشة تاع كمون من الفوق وندخلوها طيب على نار هادية مدة 60 دقيقة، يعني تشد لكم ساعة كاملة في الفور. نشعلوا لها من تحت الطيب، ومن بعد نشعلوا لها من الفوق تدي هذيك التحميرة شابة. شوفوا معايا هنا بعد ما طابت الشكل تاعها جاي شهي ما شاء الله، وبزاف بنينه وطريه، ماشي هذيك الكرنتيكا اللي ناكلوها تجي يابسه، تجي طريه زبده. لهنا قسمت معاكم باش تشوفوا معايا كيفاش جات. وكي نقولوا كرنتيكا نقولوا هريسه ونقولوا غازوز. اوريكم الشكل النهائي تاعها، شوفوا كيفاش جات طريه وبنينه بالبزاف. بطبيعه الحال كرنتيكا رافقوها بالهريسه.
شوفوا الشكل تاعها كيفاش جاي شهي. وكاسكازوز. شهية طيبة ومع السلامة.